السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم صادق لورني. في هذا الفيديو سنعرض لكم مواعيد ومواقيت أبرز مباريات المنتخبات العربية، وذلك برسم الجولة الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. فمرحبا بكم وشكرا لكم على المتابعة. نبتدئ عرض مواعيد المباريات بمباريات المنتخب السعودي الذي سيجري مباراتين برسم الجولة الأولى والثانية، حيث سيستضيف منتخب السعودية في مباراته الأولى منتخب باكستان، وذلك يوم الخميس المقبل 16 من نوفمبر انطلاقا من الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5:30 بتوقيت المغرب، 4:30 بتوقيت غرينتش على أرضية ملعب نادي الفتح بالسعودية. أما المباراة الثانية فسيرحل بموجبها المنتخب السعودي إلى الأردن لمواجهة المنتخب الأردني، وذلك يوم الثلاثاء 21 من نوفمبر انطلاقا من الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5 بتوقيت المغرب تونس والجزائر، 4 عصرا بتوقيت غرينتش. المنتخب القطري سيجري أيضا مباراتين. المباراة الأولى سيستضيف من خلالها منتخب أفغانستان على أرضية استاد خليفة الدولي بقطر، وذلك يوم الخميس 16 من نوفمبر انطلاقا من الساعة 6:45 بالتوقيت المحلي وتوقيت السعودية، 5:15 بتوقيت المغرب تونس والجزائر، 4:15 بتوقيت غرينتش. المقابلة الثانية سيرحل بموجبها المنتخب القطري لمواجهة منتخب الهند، وذلك يوم الثلاثاء 21 من نوفمبر انطلاقا من الساعة 2:30 بتوقيت المغرب تونس والجزائر، 4:30 بتوقيت مكة المكرمة. وننتقل إلى مباريات المنتخب الإماراتي، حيث سيواجه المنتخب الإماراتي أو منتخب الإمارات العربية المتحدة في مباراته الأولى منتخب النيبال، وذلك يوم الخميس 16 من نوفمبر انطلاقا من الساعة 6:45 بتوقيت مكة المكرمة، 5:45 بتوقيت القاهرة. أما المقابلة الثانية ستكون مواجهة عربية بامتياز، حيث سيواجه منتخب الإمارات منتخب البحرين، وذلك يوم الثلاثاء 21 من نوفمبر انطلاقا من الساعة 6:45 بتوقيت مكة المكرمة، 4:45 بتوقيت المغرب. والمباراة ستكون على أرضية استاد البحرين الدولي بالرفاع بالبحرين. المنتخب العراقي سيواجه في مقابلته الأولى منتخب إندونيسيا، وذلك يوم الخميس 16 من نوفمبر انطلاقا من الساعة 3:45 بتوقيت المغرب تونس والجزائر، 5:45 بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب البصرة الدولي بالعراق. فيما سيرحل لمواجهة منتخب فيتنام في مباراته الثانية انطلاقا من الساعة 3 عصرا بتوقيت مكة المكرمة من يوم الثلاثاء 21 من نوفمبر، 12 زوالا بتوقيت غرينتش. أما مباريات المنتخب الكويتي وذلك برسم الإقصائيات المؤهلة لكأس العالم، فسيواجه في الجولة الأولى منتخب الهند يوم الخميس 16 من نوفمبر انطلاقا من الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت غرينتش على أرضية ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت. أما المقابلة الثانية فستكون في مواجهة أفغانستان على الأراضي السعودية، وذلك يوم الثلاثاء 21 من نوفمبر انطلاقا من الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 بتوقيت المغرب تونس والجزائر، 5 بتوقيت غرينتش. نمر بعد ذلك لمباريات المنتخب السوري الذي سيواجه في مقابلته الأولى منتخب كوريا الشمالية يوم الخميس 16 من نوفمبر انطلاقا من الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 بتوقيت المغرب تونس والجزائر، 5 بتوقيت غرينتش، على أن يواجه في مقابلته الثانية المنتخب السوري منتخب اليابان على أرضية استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة بالسعودية، وذلك يوم الثلاثاء 21 من نوفمبر انطلاقا من الساعة 6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 3:15 بتوقيت غرينتش. المنتخب الأخير الذي سنعرض مقابلته هو المنتخب الفلسطيني الذي سيواجه في مقابلته الأولى منتخب لبنان،
وذلك على أرضية استاد خالد بن محمد بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم الخميس 16 من نوفمبر انطلاقا من الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة. فيما سيواجه منتخب فلسطين في مقابلته الثانية منتخب أستراليا، وذلك يوم الثلاثاء 21 من نوفمبر انطلاقا أيضا من الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية زوالا بتوقيت غرينتش. إذا كانت هذه أبرز مواعيد مقابلات المنتخبات العربية، وذلك برسم الإقصائيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. فرجة ممتعة. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.